السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عاملين وصفة جميلة، وصفة جديدة على القناة، ان شاء الله تعجبكم. النهارده عاملين كيكة السنيكرز. كيكة السنيكرز ديت من الكيكات الجميلة جدا 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 وتقريبا مش مكلفة عليكي كتير يعني. تقريبا الخامات بتاعتها زي اي كيكة عادية انت بتعمليها. يلا مع بعض ندخل ونشوف الكيكة الجميلة دي احنا عملناها ازاي واتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسيش لو انت اول ما تتفرجي عليا سبسكرايب لقناتي وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو لو عجبك. تمام، يلا مع بعض بقى ندخل نشوف الكيكه الجميله القمر دي اتعملت ازاي. بصوا، بمكونات سهله جدا، بطريقه سهله جدا، ان شاء الله مش هتاخد معاكي اي وقت. ومكونات كلها موجوده من البيت، وتقريبا زي اي كيكه عاديه انت بتعمليها، بس احنا هنطلعها بالمنظر الجميل ده. يلا مع بعض وبسم الله الرحمن الرحيم. معايا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. البيض اللي هو الاحمر الكبير. تمام. لو انت هتعملي بيض صغير حطي 4 بقى. 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه او المطبخ. وهحط عليهم نص كوبايه سكر. وهحط باكت 2 باكت فانيليا. وهخلطهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي كده. لو انت عايزه تعملي على المضرب اليدوي مش اي مشكله، بس هياخد منك وقت طويل. يعني انا بالمضرب الكهربائي عملت تقريبا اني حوالي بتاع 3 دقايق 4 دقايق كده. ضربته بالمضرب الكهربائي. لو انت حابه بقى تعملي باليدوي ممكن بياخد منك بتاع 10 ل 12 دقيقه كده. تمام. بصي بقى القوام بتاعه، اهم حاجه نقعد نضرب فيه لغايه لما نحس ان القوام بتاعه بقى ايه، بقى كريمي كده. هنزل بقى عليه بنص كوبايه لبن، بعد كده بنص كوبايه زيت. يبقى احنا حطينا 3 بيضات، نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، وحطينا ايه 2 باكيت فانيليا. المكونات بقى الجافه، كوبايه دقيق، عايزه 3 معالق كاكاو خام، 3 معالق كاكاو خام مش محلى. تمام، عايزاه خام. واحط من نص معلقه صغيره نسكافيه او حبه. لو حطي معلقه مش مشكله يعني براحتك، بس انا استكفيت بنص معلقه. اولا مش هتدي طعم في الكيكه، وفي نفس الوقت هتحولها الكيكه كانك ايه حاطه عليها شوكولاته، اللي هي الشوكولاته اللي بنحطها مكعبات شوكولاته. تمام. وهنزل بمعلقه صغيره كيك شيف او بيكنج باودر اللي انت بتحبيه. وهنزل كمان بذرة ملح صغيرة خالص، يعني سنة ملح. وهنخل المكونات دي كويس جدا. ممكن تخليها مرة او 2 براحتك يعني. كل بقى اللي متبقي ده النسكافيه انا بالمعلقة كده هفركه، هينزل معايا وهيتفرك وهيبقى جميل. هاخد بقى المكونات دي كلها، هنزل بيها على الخليط اللي انا ايه عملته، واحدة واحدة. ده كده الخليط اللي احنا عملناه اللي ضربناه بالمضرب. هنزل بنص الكمية المواد الجافة، هنزل بنصها واقلبه كده هحاول يعني اقلبه بالراحة كده بحيث ان هو ايه، دي يختفي معايا خالص. اول ما اتاكد ان المكونات دي كلها اختفت معايا في قلب الخليط السائل وبقى مندمجين مع بعض، هنزل بنص الكمية الباقية زي ما انت شايفة كده معايا. اول حاجة النص الكمية اللي انا عملتها اختفت تقريبا اهيت، فهنزل بقى بالنص التاني. بسم الله الرحمن الرحيم واقلب. هفضل اقلب كده لغايه لما ايه كل الخليط اللي انا عاملاه كله يتجلس مع بعضيه. عادي انا بقلب بالسباتولا كده عادي. لو انت حابه تقلبي بالمضرب عادي برضه مفيش مشكله، بس السباتولا بحس انها بتلم معايا يعني. بصي كده خلاص الكيكه بقت جميله وجاهزه معايا. انا عايزه اقولك قبل ما اشتغل كنت مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 100 180. تمام، اللي هي معروفه بتاعت الكيك. انا جبت بقى دي صينيتي، مقاسها 20، دي مقاس 20. دهنتها برشة زبدة كده في الأرض صغيرة، ولزقت ورق زبدة عليها. لو مش عايزة تحطي ورق زبدة أو ما عندكيش ممكن تدهنيها بس زبدة أو سمنة زي ما انت عايزة. و... وتعفريها بشوية دقيق أو كاكاو. تمام تمام، احنا هنعمله ايه كيكة بالشوكولاتة. فضيتها بقى كده في الصينيه، وهخبطها خبطتين بس كده على الرخامه وادخلها الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معاكي من نص ساعه ل 45 دقيقه، يعني من 30 دقيقه ل 45 دقيقه بالظبط.
بصي ده بقى شكلها بعد ما طلع معايا من الفرن. بصي انا بوريكي الخله استوت وبقت جميله. انا هقلبها بقى بالمنظر ده، هي لسه سخنه على فكره، انا قلبها وهي سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي انا قلبتها اهوت، زي الفل. كيكه جميله جدا ومخدتش مننا اي وقت اهو، الكيكه عاديه خالص احنا عاملينها. تمام. هاجي بقى الكيكه دي اعمل فيها ايه، هقطعها 3 طبقات. عايزه تعملها طبقتين مفيش مشكله، انا هقطعها 3 طبقات واسيبها تبرد تماما. لو انتي بقى مش متمكنه من التقطيع ممكن تخليها لما تبرد كويس جدا وبعد كده تقطعيها. تمام. هندخل بقى على الخطوه اللي بعديها. طاسه بقى، اي طاسه عندك زي ما تحبي، وهنزل عليهم بكوبايه سكر، بكوبايه كبيره كده مليانه سكر، وهي هوزعها في الطاسه بالمنظر ده وهحطها على النار، على نار هاديه، نار هاديه. تمام. وخليه بقى ايه، ما احطش فيه معلقه ولا احط فيه اي حاجه خالص. بص لغايه لما الحروف عندي ابتدت تتكرمل عندي كده، هديها تقليبه وهرجع احطها على النار تاني. هتاخد معاكي على النار تقريبا حوالي 10 دقايق بالظبط. هنزلها على النار معايا حوالي 10 دقايق، هتكرمل معايا بالمنظر ده. انا حطيت ميه وحطيت اي حاجه، انا حطيت سكر بس. هنزل بقى بكوبايه لبن، بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي بالك علشان الكراميل لسعته وحشه جدا، يعني السكر بيبقى سخن جدا، لو نزل على جلدك ربنا يعافينا يا رب هيسلخولك. فياريت بالراحه واشتغلي بالراحه خالص وبشويش. هحطيت بقى نص كوبايه اللبن كده وهديها تقريبا، هو هيتجمد وهيرجع يفك تاني معاكي على النار. هكمل بقى نص كوبايه اللبن الباقي، هنزله بقى على النار تاني لغايه لما كل ده يتفك معايا وهيفك، وهيبقى ايه، هيبقى صوص كراميل جميل جدا. هياخد تقريبا معايا 3 دقايق على النار. هنزل بقى معلقه زبده كده كبيره، هسيحها وهو لسه سخن، لسه منزله من على النار دلوقتي. هحط بقى الزبده فيه وهقلبه كده، هتسيح معايا بكل سهوله. وكده خلاص احنا كده ايه، خلصنا الكراميل بتاعنا، وبكل سهوله عملنا احلى صوص كراميل في البيت وبخطوات سهله جدا. هفضيه بقى في بوله كده على جنب واسيبه بقى ايه يبرد براحته، ونشوف بقى الخطوه اللي بعديها. وادي صوص الكراميل جاهز معانا. الخطوه بقى اللي بعديها، انا معايا بقى كوبايه كريمه او كوبايه كريم شانتيه زي ما تحبي، وهحط عليهم كوبايه سكر بودر، وهنزل عليهم كمان بكوبايه ميه متلجه. يعني انا حطيت الكوبايه في التلاجة اول ما اشتغلت في الكيكه، حطيت الكوبايه في التلاجة اتلجت معانا. هشغل بقى المضرب عليهم بقى بالمنظر ده حوالي 3 دقايق او 4 دقايق، هيديني قوام حلو قوي. بس اهم حاجه اشتغل كده شويه لغايه لما يتضرب معايا، يعني نص ضربه كده. وهنزل حوالي 6 مكعبات جبنه مثلثات، او اي جبنه عندك كريمي، يعني اي جبنه كريمي استخدميها يعني. انا بقى كان عندي جبنه مثلثات بس كريمي، يعني طعمها كريمي جدا، فانا استخدمتها. وهنزل عليهم بنص كوبايه ميه لان الميه كانت قليله. تمام. هقعد بقى اضرب كده بالمضرب حوالي دقيقتين كمان، وكده بقى ايه معانا الكريم شانتيه بتاعنا جاهز. كريم شانتيه بطعم الجبنه الكريمي، طعمه حكايه. بصي بقى كده دقيقتين بالظبط واوقف بقى. خلاص كده القوام بتاعه بقى جميل جدا، واتاكدت ان الجبنه اتضربت معايا وكل حاجه تمام. ده الكراميل بتاعنا اهو، حطيت عليه سوداني وقطعت الكيكه كمان. بصوا انا حطيت عليه شويه سوداني ايه كسرتهم كده، يعني نص تكسيره او ممكن تضربهم في الكبه، بس ايه حاولي تخليهم خشنين شويه. وهنا بقى حصلت الصدمه، اكتشفت ان تليفوني فصل وانا مش بصور. المهم دي كانت اخر خطوه الحمد لله لحقتها، فانا هحاول اشرح لكم انا عملت ايه. انا جبت اول طبقه كيك حطيتها، وحطيت كريم شانتيه اللي احنا عملناه ضربناه مع بعض، وحطيت وعملت بعد كده رجعت سويته، ورجعت عملت حرف كده من على الجنب زي ما انا عملت دلوقتي، وحطيت في النص الكراميل، ورجعت غطيته تاني بالكريم على الوش. عملت بقى الطبقة دي تاني مرة، يعني عملت كده طبقتين كده عملت طبقتين، حطيت كريمة، حطيت عملت سور كده بالراحة بين الكريمة بحيث ان الكراميل اللي بيقعش بره،
وحطيت الكراميل، وراحت جايه مغطيه تاني بكيك. انا ما زقتش الكيك ولا عملت اي حاجه، لا ده كيك عادي خالص، انا ما زقتهوش تمام. ورحت جايه ايه بعد ما حطيت الكراميل حطيت عليه طبقه كريمه تاني، بعد كده حطيت طبقه الكيك اللي بعديها، وعملت الخطوه دي مرتين تمام. وادي كده طبقه الكيك معايا. فمعايا بقى ايه باقي الكريم، الكريمه اللي احنا عملناها مع بعض كده، ده الباقي بتاعها. فانا هاخدها اجلسها كده من فوق ومن تحت ومن على الجوانب، من كل حته لغايه لما تتجلس معانا ايه كويس جدا بالمنظر ده. طبعا الكيكه كانت سخنه، ما كانتش بردت تماما. الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، الكراميل اللي احنا كنا عاملاه برضو كان لسه سخن، ما كانش برضو بارد. والكريمه برضو ما كانتش يعني من كتر السخونيه بتاعه الفرن كانت كل حاجه سايحه. فالمهم انا رحت جايه انا مجلسه بقى الكيكه كده مجلساها، وحطيتها بقى في التلاجة في الفريزر. حطيتها في الفريزر بحيث ان كل حاجه تجمد معايا واعرف اشتغل فيها بعد كده. الخطوه اللي بعد كده جبت بقى ايه حوالي 200 جرام شوكولاته، اللي هو شوكولاته المطبخ دي تمام. فنزلت عليها بنص كوبايه لبن مغليه، اهم حاجه يكون لبن سخن جدا، او كريمه لو حابه تحطي كريمه. وحطيت عليها حوالي معلقه زبده بعد ما ساحوا كلهم مع بعض الزبده عشان تخلي ايه ليها لمعه كده حلو. حطيت فيها بقيه السوداني اللي احنا ايه مكسرينه، وهنزل بيها بقى بالمنظر ده بالراحه كده على الكيكه. طبعا الشوكولاته لسه سايحه برضو، فهتنزل هتجمد بقى على الكيكه بالراحه كده. فانت لو عايزه تجلسيها بقى كلها بالشوكولاته من فوق ومن تحت ومن الجوانب براحتك، انا استكفيت كده يعني. هو كان لسه فيه شوكولاته بس انا استكفيت كده. بصي بقى ده شكلها، ده كده بقى شكلها النهائي. هقطعها بقى معاكم كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اقولك ان هي كلها والله حرفيا كل حاجه فيها سخنه. المفروض اما تشتغلي فيها بالراحه، وتخلي كل حاجه تاخد راحتها. يعني الكراميل يبرد ويبقى في التلاجة يبقى يبرد كده براحته، الصوص الشوكولاته برضو يبرد كده يبقى براحته، كل حاجه تبقى براحتها. بس احنا بقى كنت مستعجله، مش عارفه كنت مستعجله ليه يعني. المهم يعني ايه بس هي طلعت حلوه. انا خلصتها كلها وحطيتها بقى في التلاجة لما سقعت. كل حاجه بقى شربت من بعضها كده، بقى طعمها جميل جدا وروعه. بصي بقى انا عايزه يعني فتحتها لك عشان اوريكي شكلها عامل ازاي من جوه. وده كده بقى شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى شكلها تحفه، طبقاتها كويسه كويسه جدا وجميله جدا، ومذاقها روعه روعه. جربيها ان شاء الله هتعجبك. متنسيش لو الفيديو عجبك النهارده متنسيش باللايك، ولو انت اول مره تتفرجي عليا سبسكرايب لقناتي، ومتنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. شايفه الطبقات بتاعتها تحفه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.